السلام عليكم أصدقاء سندباد، يا رب تكونوا بخير. من أجمل بقاع الأرض سيوة. احنا دلوقتي بطريقنا لأجمل البقاع في سيوة برضو، وهو كامب مراسينا. طبعا احنا ماشيين متجهين بالعربية، ودايما لما نشوف الطرق في سيوة حواليها المياه الكبريتية والبحيرات الكبريتية الجميلة ومناظر طبيعية خلابة طول ما انت ماشي على مدد الشوف. وهنا بدأنا نوصل اهوت للبنجلوزات والكامبات الجميلة، وأول ما استلفتنا كافيتيريا ينبوع الشباب. هننزل دلوقتي ونوريكم كل حاجة، تابعونا. ودلوقتي يا اصدقائنا وصلنا لكامب مراسينا. شوفوا معانا، ده المدخل بتاعه. هنقعد فيه ونصور فيه ويبقى فيه متاعنا ومراسينا. تعالوا معانا. اصدقائنا اصدقاء سندباد، احنا دلوقتي في كامب مراسينا، في احلى قعده كده جميله على البحيره اللذيذه اللي انتم شايفينها حوالينا دي. ومعانا مستر. كامل خيرت. اهلا وسهلا بيك يا مستر اهلا كامل. وسهلا. كلمنا كده شويه عن على الكامب كده. هو كامب مراسينا فكرة وملكية المستر تامر عابدين. تمام. هو أسس المكان من سنوات يعني. اه. والمكان كله متصمم على نظام بيئي. شايفوا بانجلوز كده وحاجات جميله كده بدائيه. يعني هو احترام البيئة في كل أبعادها. اه. من أول إن هو أولا ما عندناش أي كهرباء. تمام. يعني كان كله يعمل بالطاقة الشمسية. بيئي. بيئي تمام. تمام. ويعتمد برضو على استخدام البحيرة اللي هي مياه البحيره دي جوفية وكده. فدي برضو لف كده احنا من بنكمل. من مكونات بيئة سيوة الطبيعية. اه. المكان فكرته في وأسسه مكانك. كله على أنظمة بتبين أنواع معينة من الأكواخ. تمام. في الأكواخ المالديفي، وفي الأكواخ الأفريقي، تمام. وفي الأكواخ التايواني. حلو. المالديفي والتايواني والافريقي. الافريقي اصغر حاجه اللي هو حمام مشترك. حمام مشترك وبياخد فردين. هو بديل عن الخيمة، لكن بنظام متطور، مرتفع عن الأرض، فيها معمولة بالخشب، فيها وحدة الطاقة تايلاندي الخاصة ده. بيها. اه. التايلاندي بيبقى بيه حماماته الداخلية، حلو. وبيبقى له جوه زي بيت الشجرة كده، فبيسع يا إما سرير كبير واحد تحت أو سريرين، وبيت الشجرة فوق فيه سرير كبير، فبيساعي أحيانا لعيلة مثلا مع أطفال كده. حلو. ايه تاني؟ عندي المالديفي بقى. المالديفي اللي هو اعلى حاجه مجاور بقى. لينا هنا. ما هو. المالديفي معد بحيث ان هو ليه واجهه زجاجيه كامله على الميه. اه. ليه جلساته الخاصه، ليه راكيه النار الخاصه فيه، ليه تعالى بقى خدمه. كده. اقول تاني بقى كده المالديفي ايه؟ يعني ليه راكيه خاصه فيه، وليه واجهه زجاجيه، يعني المالديفي ليه واجهه زجاجيه خاصه. ايه تاني؟ هو بيتسع لشخصين برضو، لكن فيهم واحد يعني هاني مونر اكبر شويه. خاص بالهاني مون. يعني سرايره اكبر يعني. تمام. وبياخد خدمة خاصة ومعاملة خاصة يعني في كل الخدمات الخاصة بيه. هو ده عني منه اتنين يعني. تمام. المكان عموما بنحاول نحتفظ بحالة ريلاكس جدا وعائلية جدا. يعني ما عندناش أصوات عالية، ما عندناش هدوء. وما عندناش حاجات كتير من اللي هي قد توجد في بعض الأماكن الأخرى من الصخب والحفلات وكده. لا، عندنا حفلات خاصة بتبقى ليها بنولع نار ورقص خفيف كده، لكن ما فيش حاجة. شوف البحيره فيها سمك كده البحيرة فيها سمك طبعا. بحيرة فتناس من أجمل المناطق في سيوة، وفيها أجمل مشاهدة غروب للشمس. فهي علامة عالمية. ايوه. يعني هي منطقة عالمية، مش بس بتخدم السياحة في سيوة، بتخدم السياحة معروفة، وفي ناس كتير بتجيلها من بره وكده. في ايه تاني تحب تعرفه عنه؟ اصدقائنا، بعد كده بقى الكلمه الجميله دي هناخدكم في جوله في الشاليهات المالديفي والافريقي، عشان تتعرفوا معانا على اجمل المناظر الطبيعيه في كامب مراسينا. وهنا أصدقائنا بدأنا في جولتنا، وأول ما استلفتنا هو الشاليهات الأفريقية زي ما احنا شايفين كده، صغيرة جدا، يا دوبك بيتحط فيها مرتبة وتسع فردين فقط، الحمام خارجي. ودي البنجلوسات اللي هي يعتبر التايواني، بتشوف البحر. وأما المالديفي بقى طبعا على العين الجميلة دي اللي هناك، ده المالديفي اللي هو أعلى الشاليهات، بتبقى ليه جلساته الخاصة زي ما احنا
شايفين، وهنا العيون الكبريتية في كل مكان. والجزر الشاليهات المالديفية طبعا ليها ممشى كده خاص بيها، وليها مرجحة خاصة بيها، وليها نظرة عامة على البحر، على اللي هي البحيرة الكبريتية. وهنا الكراسي من البوص كلها بجمال المكان ورقيه بيجي من بساطته زي ما احنا شايفين كده، بسيط جدا لكن في نفس الوقت راقي جدا. قعدته تحب انت تقعد فيها فعلا. مالديف يعني مالديف مصر هو الكامب مراسينا على البحيرات الكبريتية الملحية دي. مش بحر عادي، لا، تحب تعوم فيها وتحب تشوف اللي هو الشاليهات التايواني الجميلة بالواجهة الزجاجية. وهنا الأفريقي في تراس كده متراصين جنب بعضيهم. وهنا في بلياردو بقى وفي ألعاب كتير. المكان ما فيهوش كهرباء، لكن بيسبب لك بقى بهجة جميلة في لعب البلياردو واكتر من لعبة معينة. فهو ده تنس الطاولة كمان يليق فعلا للهانيمونرز ان هم يقضوا فيه احلى الاوقات و... واحلى الاماكن. ده الحمام المشترك اللي هو بيخشوه، اللي هم اللي بياخدوا الشاليهات الافريقية. برضو دخلنا احدى الشاليهات اللي هي ده التايواني اهو. دخلنا كده نتفرج زي ما احنا شايفين، سريرين وكبير كده وبيبص على البحيرة برضو الجميلة. من اجمل المشاهد ده بقى اللي هو المالديفي الجميل، برضو متشابه معاه برضو ولكن على البحر على طول. بيحصل فيه كمان حفلات كتير ومؤتمرات كتير. ندعوكم لزيارته. شكرا جزيلا، سلام عليكم.